احنا عندنا خارطة الطريق اخي الكريم. احنا بنقول لك باي وقت تستغفر، كم تستغفر، باي صيغة تستغفر، ما هي سرعة الاستغفار، هل الاستغفار على وضوء ام على غير وضوء؟ طبعا بدون وضوء فيش حاجة. هل بصوت او بغير صوت؟ فمنهم من يقول لك مشايخنا نعم لا لازم الصوت، فاذا طلع الصوت واحد ثاني بيقول لك منهم نعم من المشايخ هاي صوصوة بينفعش، ان اسرعت بقول لك وقف ارجع، هكذا استحضر دم استحضر قلب. هذا كله كلام انا لا اقبله. نقطة سطر جديد، وعندنا في صندوق الوصف اقوال العلماء في هذا الباب، عشان ما حدا يقولنا ابو احمد يتجاوز العلماء، لا تجاوز ولا واحد، لكن هناك كثير ياتوا يتكلموا بما لا يعرفوا، حتى لو كان ماشي هادي مش مهم، لانه اهم شيء انك انت تعرف الطريق الصحيح الى الوصول الى كل حديث، يعني خارطة الطريق. وما الذي ستجده في الطريق؟ طريق خارطة الطريق، ما الذي سيعطيك الله، متى الفرج، متى كل شيء، هل بعد يوم، بعد يومين، بعد شهر، بعد شهرين، بعد 6 أشهر؟ هذا كله يتبين ب 2200 حلقة. فأي حلقة بتفتحها ستأخذ الاستغفار، الزم الاستغفار أخي الكريم وابدأ مشوارك بهذا الاستغفار. احنا هنا بنوقف ونبين ونعلم الأمة، مش احنا نضرب على القصص تيجي توقف بتقوي مواقفنا، إن الناس لما لزمت الاستغفار تابت من ذنوبها فتح الله عليها. مفهوم؟ يعني أنا بينت لك كيف إنك تأخذ الاستغفار وسورة البقرة والصلاة على رسول الله، وده بديك الحوقة 100 مرة تكفيكي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال 100 مرة لا حول ولا قوة إلا بالله رفع الله عنهم 100 داء وأقلها الهم. طيب هاي 100 مرة، 100 مرة كم؟ دقيقتين، 5 دقائق، 10 دقائق، والصلاة على رسول الله ساعة، وسورة البقرة كمان مثلا إذا بدك تقراها مرة واحدة نصف ساعة أو شوي أكثر، والاستغفار كل اليوم. لكن إحنا هنا نختلف عن غيرنا. أنا بينت لك خارطة الطريق لكل هذه الأحاديث. والتسبيح من قال سبحان الله بحمده 100 مرة، هاي 100 مرة، ما قال لك 100 مرة، مش قال لك 150 تريليون مرة. مفهوم؟ لكن الرسول عليه السلام عشان تحقق شروط الاستغفار قال لك من لزم الاستغفار. وعشان اللي بده يقول لك هذا حديث ضعيف بقول لك الرسول عليه السلام من أراد أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكتب من الاستغفار، طوبى لمن وجد فيه صحيفة استغفار كثيرة. ولم يذكر الله عبادة كما قال إنه والذاكرين الله كثيرا أو والمستغفرين بالأسحار. نعم المستغفرين بالأسحار، وما ذكر الله إنه لا يعذب إلا المستغفر، وما كان الله معذبهم والمستغفرون. فلكن هنا بهذه القناة موضوعنا مش إنه نعدد الأوراد. إخوة الكرام الأوراد ما هي 100 هاي 100 هاي تجرؤ على الله انك تقول 100 كذا و100 كذا و100 كذا و100 كذا. اذا كان الذي يقول 100 من السلف الصالح كان يعرف شو بتعمل 100، كيف يقولها وماذا ينتظر منها، يعني شو ثمارها. فانه احنا نيجي نعمل 100 او روح اقرأ قرآن وخلص بكفيك، اقرأ اختم، خليك اختم، ليش لا تحوقل ولا تستغفر ولا تصلي على رسول الله وكلها حسنات؟ اذا الموضوع هو جمع حسنات فاجمع بالحرف 10 في قراءة القرآن. وكيف ما أحب القلب يهوى القرآن. نعم، لكن هذه آيات، هذه الأحاديث آيات، هذه الأوراد آيات كخلق السماوات والأرض. آية لما أنت بتحقق الآية تجد إنه حديث رسول الله صحيح. يعني لما أنا بطبق الحوقلة وأجد إن عن جد الله شفاني على سبيل المثال، طب هذا مش هذه آية إن الله بالحوقلة شفاني كما قال رسول الله؟ فهذا يؤكد قوة يعني نرسخ إنه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحة. وهذه آية إنه لهذول الذين يطعنون في رسالة رسول الله أو يقولون لا إحنا لا نؤمن لأحاديث، هاي الأحاديث كلها 3/4 مكذوبة وإحنا فقط بالقرآن. طيب لما بيجي حديث مثل الحوقلة أو الاستغفار يرزقك من حيث لا تحتسب والأمطار والخيرات، كل هذا الذي في الاستغفار، من يتجرأ عليك أن يقول هذا حديث ضعيف أو يقول لك لا أنا فقط أؤمن بالقرآن، لا أريد أن أسمع ولا حديث. أو إذا إحنا طبقنا سورة البقرة فوجدنا منها ما وجدنا كما قال رسول الله، من يتجرأ لما عندك مئات الملايين من المسلمين
وجدوا من سورة البقرة، ووجدوا من الاستغفار، ووجدوا من الصلاة على رسول الله.